اهلا بيكم. النهارده هنعمل بوريك الافران ولا احلى. ان شاء الله هيطلع جميل ومظبوط. اول حاجه معانا كيلو دقيق، كوبايتين ميه دافيه، معانا هنا كوبايه سمنه على زيت، معانا معلقه كبيره من الصلصه، ومعانا سكر وخميره. اول حاجه هنبتدي نجيب الميه، هننزل بحوالي كوبايتين ميه دافيه. انا هنا بستخدم الاكواب المعياريه، طبعا موجوده عندنا في كل بيت. هنيجي بعدها نحط السمنة والزيت وبعدهم الخميرة، هننزل بالسكر والصلصة، حوالي معلقتين كبار صلصة، وهنحاول نقلبهم كويس جدا لحد لما يندمج الخليط كله مع بعضه. لو عملنا الخطوة ديت والدقيق محطوط على السوائل، الصلصة مش هتتوزع بشكل كويس. هننزل عليهم بالدقيق ونقلبه كويس جدا لحد ما يتحول معانا العجينة. ونحتاجنا المية، بنحط مية لحد لما تتكون معانا عجينة طرية وحلوة بالشكل اللي قدامكم ده. هنسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، وبعد 10 دقايق هنجيبها نعجنها تاني حوالي 5 دقايق عشان تكون ناعمة بالشكل اللي قدامكم ده. هنغطيها تاني ترتاح حوالي ربع ساعة. بعد ربع ساعة بيكون ده شكلها. هنحاول نقطعها لكرات صغيرة، ما تحاوليش تكبري في الكورة عشان تكون شكلها مناسب في الاخر. انا هنا استخدمت الميزان عشان كله يكون بحجم بعضه. هنا الكورة بتكون حوالي من 20 ل25 جرام، بيكون ده شكلها. وهنعمل العجينة كلها بنفس الطريقة ديت، هنكورها بحجم حوالي من 20 ل25 جرام. بعد ما خلصنا العجينة بالشكل ده كده هنبتدي نشكلها. هتستخدمي اي نوع انت عايزاه من الجبنة، النوع المتوفر عندك، وهنقفلها بالشكل ده. واهم حاجة نقفل الحروف بتاعتها بالطريقة دي، وبتكون جاهزة معانا. هنكمل الصينية كلها بنفس الطريقة. ودلوقتي هندهنها بحوالي صفار بيضة، ومعلقة كبيرة من اللبن، ونص معلقة صغيرة من الخل عشان يمنع زفارة البيض. هنكمل الكمية ونرجع تاني نحط على وشها سمسم. حابة تحطي سمسم او حبة البركة تمام، مفيش مشكلة خالص. كده بعد ما حطينا السمسم هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 200. هندخل الفرن على درجة حرارة 200، هندخل الصينية على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة او تلت ساعة. هنا بيكون شكلها النهائي ما شاء الله. تسوية طالعة حلوة جدا، والقلب بتاعها طري جدا ما شاء الله، احلى من بره بكتير. اتمنى ان انتم تجربوها، والف هنا.